السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه او لا وصفتين ديال الشعر. الوصفه الاولى اللي كتطول لنا الشعر ديالنا كتمنع التساقط كذلك ديالو. صراحه راها فعاله جدا ومجربه 100%، راه هي كتعطي واحد النتيجه قويه بزاف. غير صدقوني جربوها. اللي غادي نحتاجو فيها الحمص والقليل من الحمص كارم وواحد شويه ديال الزعتر. قلت لكم هاد الوصفه الاولى اللي كان بالنسبه ليها كتحمينا من التساقط ديال الشعر وكذلك تطولوا بواحد السرعه. والوصفه الثانيه اللي غنتحدثوا فيها كذلك في نفس الفيديو على القشره. غنديروا كذلك اليازير. قبل من هادشي كامل غنوجد واحد القرعه ديال الدجاج اللي هي ضروريه. عاد غندير فيها هاد المكونات، يعني ضروريه قرعه ديال الدجاج. كيف ما قلت لكم انا درت الحمص واليازير والزعتر. دابا غندير الحرمل. المكونات راه الا بغيتوهم هاد العطار راه موجود ديال القرنفل، غير حبات قليله من القرنفل. صافي. وغادي ندير فيها الماء طايب، يعني تخرج ديك السبوله ديالو كيف ما تنعرفوا. غادي نكبوا على هاد المكونات كلها وغادي نسدوها مزيان وغنديروها في واحد المكان اللي مظلم ليله كامله حتى الغد ليه. يعني ضروريه المرحله ما نغليو ما والو، غير نكبوا عليها الماء طايب صافي ونسدوها كيف ما قلت لكم. نديروها في واحد المكان مظلم ونبيتوها حتى الغد ليه 24 ساعه. كيف ما شفتوا المكونات صافي. نتلاقاو من بعد ما نبيتها الليله كامله. صافي ها هي دابا وجدت لي الوصفه ديالي. غادي نصفيها، غنصفي داك الماء. راه تيطلقوا دوك المكونات كاع ديالهم، دوك المواد اللي غتغطي لينا الشعر ديالنا. وغادي نصفيها وغنديرها في واحد القاروره. هاد الرشاشات هادو اللي كيكونوا تيرشوا في الشعر. صافي غادي نصفي داك الماء وغادي نبقى نديرها في الثلاجه ونبقى نرش فين ما دزت نبقى نرش الشعر ديالي. يعني ماشي واخا ما ندوش، واخا 3 ايام 4 ايام عاد ندوش، يعني كتبقى واحد الرائحه طيبه في الشعر. تخافوش منها، غير تبقاو ترشوا مره هكا في النهار ولا 2 المرات في النهار. رشوا شعركم. دابا راه الحال سخون. زوينه بزاف هاد الوصفه هذه للشعر. صافي. وباش ما تخسرش لينا غنديروها في الثلاجه وراه كتدوم لينا حتى 15 يوم. هاد القرعه هذه بقاو ديروها حتى 15 يوم، راه ما كيخسر الماء ما والو. وصافي. ومن بعد ما تعوموا راه غادي شوفوا راه شهر كاع شهر غادي تبان لكم النتيجه. والله الا فعاله بزاف بزاف. هذه بالنسبه للتطويل ديال الشعر كيف ما قلت لكم والتساقط. دابا غندوزو للوصفه الثانيه اللي ديال القشره اللي كيعانيو. بالنسبه للبنات بزاف اللي كيعانيو وحتى الرجال تيعانيو بزاف من هاد القشره. هاد الوصفه هذه راها فعاله بزاف. اللي غادي نحتاجو فيها كذلك واحد الحامضه. غادي نشدها ونقطعها على 4 وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الخزامه. صافي. ونخوي عليهم كميه من الماء ونوضعو فوق البوطه حتى تيغلى لينا. صافي تيغلى. بالنسبه كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه الثانيه ديال القشره راها فعاله بزاف بزاف. والله الا غير جربوها. صافي. وغادي نبدا نجيب واحد الصفايه ونصفي داك الماء ديالي وغنديرو تا هو في واحد الرشاشه وغنبقى نرش به الفروه ديال الراس ديالي ونحك. نبقى نرش وندير بالاصابع ديالي هكا نبقى نحك الفروه ديال الراس ديالي جيدا. بحال مثلا نكون باغا نعوم الغد نديرو اليوم بالليل مثلا ونحك داك الفروه ديال راسي والغد ليه نعوم. يعني هاد نقدروا نديروها يوميا قبل ما نعوم خاصني ندير هذه ديال الحامض باش تحيد لي القشره. وبالنسبه للوصفه الاخرى راه ديال التطويل ديال الشعر ونتمنى انكم تجربوهم.